السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية المكرونة بالبشاميل. في وقت قليل، مش هتاخد منك وقت خالص. وهنعمل معاها كمان بديل الجبنة الموتزاريلا بطريقة سهلة وحلوة قوي وطعم حلو قوي ولون حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنعملها بطريقة حلوة وريحة حلوة قوي ازاي. واول حاجة طبعا قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده هبدأ. اول حاجة احط معلقة سمنة كده كبيرة حلوة كده، بعدين هنزل عليها ببصلاية كبيرة كده. هشوحها شوية على النار، مش هخليها تاخد لون معايا خالص. وهحط حتة توم صغيرة كده خالص تديها طعم وريحة حلوة قوي بالشكل ده كده. وبعدين هنزل عليهم باللحمة المفرومة. انا جايبة لحمة مفرومة جاهزة ومبهرة، يعني مش هتاخد اي بهارات معايا. ما هحط لهاش غير بس معلقة من الملح كده، وبعدين هحط عليها معلقة صغيرة من الفلفل الاسود بس فقط لا غير، يعني ما هحطلهاش اي اضافات تانية الا طماطمايه كبيرة مبشورة بالشكل ده، بتديها طعم وريحة حلو قوي. بس كده خلاص، هي كده بقت تمام. هشيلها كده من على النار وهبتدي دلوقتي ان انا اسلق المكرونة. معايا حلة على النار بتغلي، احط لها معلقة كده من الملح وحبة زيت، واحط كيسين من المكرونة. في بنات كتير يا جماعة يعني بتخاف ان هي تسلق المكرونة. اهم حاجة تجيب المكرونة اللي هي كيس، ما تجيبهاش فلت عشان ما تعجنش منك، وبشوكة كده وتقلبي من وقت للتاني لحد لما تستوي بس مش قوي. هنا بقى هبدأ ان انا اعمل البشاميل بطريقة سهلة جدا. هحط اللبن على النار، حوالي كيلو من اللبن. هحط عليه 4 معالق كبار هرمية من الدقيق، واحط معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود، ومعايا كده 4 من مثلثات الجبنة علشان يدوا البشاميل بتاعي قوام كريمي كده وحلو قوي. انا بحب اعمل البشاميل بالطريقة دي. لو انت كده بتخافي ان الدقيق والسمنة في الاول يكلكعوا منك او حاجة، اعمليه بالطريقة دي بتكون اسهل قوي. اهو هفضل اقلب كده، مش هخلي قوامه يتقل معايا، لان هو لما بيتساب يبرد شوية بيتقل لوحده. اهو هو ده القوام المظبوط اللي انا عاوزاه بالشكل ده كده. اعملي البشاميل اخر حاجة في المكرونة البشاميل، ما تعملهوش الاول علشان ما يتقلش منك قوي. وعاوزة اقول لكم ان انا حطيت معلقة صغيرة كده عليه برضو من السمنة. هجيب هنا المكرونة بعد ما سلقتها وصفتها من المية بتاعتها بالمصفى كويس. هجيبها هنا، وبعدين هحط عليها كبشة كده او كبشتين من البشاميل اللي انا عملته، وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. دي اهم حاجة في المكرونة البشاميل، ان تحط عليها البشاميل كده بالطريقة دي. بتديها طعم حلو قوي، يعني بتمتزج كده مع بعضها وبتديها طعم حلو قوي. وهجيب كبشة كده برضو من البشاميل، هحطها كده في قاع الصينية بالشكل ده كده، وهحط كده نص كمية المكرونة بالشكل ده. وهبدأ كده ان انا اساوي المكرونة بتاعتي بالشكل ده كده. بس بالله عليك يا قمر انت وهي ما تبخليش عليا باللايك لو انت شفت الفيديو للاخر، وما تنسيش انك تشتركي معايا في القناة، وما تنسوش تكتبوا له في التعليقات. انا والله العظيم بفرح بتعليقاتكم جدا، بالذات لما حد بيقول لي ان حبيت قناتك. دي اهم عندي من اي حاجة، اهم عندي من الاشتراك نفسه ومن اللايكات ومن اي حاجة، ان انا اعمل حاجة كده وحد يشكرني عليها. دي بصراحة يعني بتكون بالدنيا كلها. دلوقتي انا حطيت العصاج بتاعنا اللي احنا عملناه،
وهحط عليه باقي كمية المكرونة بالشكل ده كده، وهبتدي ان انا اسويهم كده كويس جدا علشان يكون كل مكرونايه تكون جنب التانية كده. وقبل ما انسى احب برضو اشكر الاتنين تلاتة اللي بيشجعوني ان انا استمر في القناة، واحب برضو اشكر ال100 واحد اللي هم بينتقدوني وبيكسروا في مقاديفي ان انا ما كملش في القناة، وبيقولوا لي ايه اللي انت عاملاه ده ومش عارفه ايه. بس انا يا جماعه بعمل اللي على قدي، وبصراحه مقتنعه بيه، وربنا بيحسن ما بين ايدي، وبتطلع الحاجه بصراحه ريحتها وطعمها تحفه. اقسم بالله ما فيش حاجه عملتها من الاكلات بتاعتي دي اللي ما طلعت ريحتها وطعمها تحفه بجد والله. بعدين دلوقتي هبتدي ان انا احط البشاميل بالشكل ده، وهسويه كده على الوش كويس بالشكل ده كده. انا ما حطيتش هنا البشاميل كله، خليت كده يعني قد كبشتين كده او كبشة من البشاميل علشان اعمل بديل الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. احط عليهم كده باقي البشاميل كده، احط عليه بيضة، وهحط عليه حبة فلفل اسود، ولو حابة تحطي معاهم حبة ملح. انا استكفيت بس بالفلفل الاسود يديها ريحة حلوة قوي، وهخلطهم كده مع بعض لحد ما يمتزجوا ويبقى شكلهم ولونهم بالشكل ده حلو قوي، كريمي كده زي ما انت شايفة كده وحلو قوي. هفرد بقى الطبقة دي من فوق كده بالشكل ده كده اهو، هفردها كلها كده على الصينية بالشكل ده كده اهو زي ما انت شايفة كده. وبعدين هحطها في الفرن. بعد ما هحطها في الفرن هتطلع بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، ريحتها وطعمها حلو قوي، ولونها كمان كأنه عليها جبنة موتزاريلا بالظبط اهو. وهنقطع مع بعض حتة كده زي ما انتوا شايفين كده، لونها يعني بجد تحفة، وانا بحبها تكون سخنة بالشكل ده كده، وتكون جوسي كده مع بعضها، تكون طعمها حلو قوي وهي سخنة بصراحة. بس لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك، وما تبخليش عليا باللايك الجميل منك يا قمر. واستودعكم الله واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.